صباح يا شباب، صباح الخير. قافلة الصمود، هذا الفيديو مخصوص إلى إخواني في المغرب العربي، الجزائر وتونس وليبيا والمغرب. قافلة الصمود. شكرا. أنا كفلسطينية أما وأبا بحب أشكركم جدا جدا جدا، ولكن مصر لها الحق في السيادة على أرضها، ولها الحق أن تدير ملفها كما تشاء، كما وهو الحق من أهل الدول العربية الأخرى انه يعملوا استثمارات بتريليونات في دول اجنبيه مؤازره لاي حكم، او يعني خلينا نقول تستثمر بمليارات مع دول بتدعم الكيان. خليني ارجع لموضوعكم انتم. مصر رفضت دخول او شاءت الدخول، لا اعلم الى هذه الساعه، حسب ملفها الامني وحسب الموافقات الامنيه اللي من اللي داخلين الى مصر. ولكن أنا عندي لكم اقتراح لطيف جدا، أما تطلعوا عن طريق البحر. ليش مصر؟ أنا ضد أنه تدخل قافلة بالسيارات إلى أرض مصر، لأنه لو فيها 99 شريف ففيها عميل وواحد عنده أجندة ومخطط، ومش أشراف روما، وإلا كنا أصلحنا من دولنا نفسها. يعني مثلا الجزائر كانت توقفت عن دعم الجنوب المغربي وبتطالب باستقلاله والبوليساريو ما تحلوا مشاكلكم الأول يا أخي وبعدين نحل القضية الفلسطينية، شو بدكم فيها؟ تاني إشي تونس، خلينا نحل مشكلة البرلمان والأحرار والأحزاب اللي بدها تثبت نفسها ومش عارفة، والحكم الدكتاتوري لرئيس كل ما إجا واحد نفخنا. وليبيا، ما هديك اليوم لسه ما كنتش ملحقتش افهم شو اللي عم بصير بطرابلس انا، والضرب وقتل مين اللي اغتيل ومين المصراطه ومين ضد مين ومين القبائل اللي ضد مين، وكلها قبائليه يعني رايحين تحرروا فلسطين عن طريق مصر؟ ما انتوا لو 99% منكم اشراف، ففي واحد مش شريف انا ما بدي يدخل يحط القضيه الفلسطينيه في جمله مفيده. انا بقول لكم اياها كفلسطينيه، اللي بده يجي عنا يجي عن طريق البحر. غزة على البحر، على فكرة غزة جرافة كلها بحر، وانتم في مياه اقليمية بينكم وبين غزة، مش هتضطروا تدخلوا عبر اي دولة. تفضلوا خدوا سفن وتعالوا على غزة زي ما دخلت مادلين. ما تيجوا زي الفلوتيلا بتاعت مادلين ونقبض عليهم وقاعدين في المعتقلات في داخل اسرائيل. يدخلوا انتوا زيهم ويكونوا شهداء ويكونوا تحت التعذيب زي الشباب الفلسطيني. وماله؟ مش اذا انتوا بدكم تساعدوا القضيه الفلسطينيه ساعدوها صح، بس مش عن طريق حريه دول اخرى. الدول الاخرى لها ان تدير ملفها، تسمح لك او ما تسمح لك براحه اللي خلفوها. انما انت مش من حقك انه انت تجبر دوله انها تدخلك وتتهمها بالعماله وتتهمها انها بطيخ مسمر على راسك، واللي بده يعمل يا حبيبي جمال بده يعلي باب داره، وهيك بيقولوا عنا بفلسطين. اللي بده يجي عنا عشان يدافع عنا يجي عن طريق البحر، ما بيحوشوا بيننا وبينه اشي. تقبر نطلع على طول من عندك على عندي. هذا اول اشي. تاني اشي، ولا هي موانيكو بس للهجرة غير الشرعية يما؟ كل يوم شخطورة واصلة ما فيش عليها ناس، كل يوم شخطورة على البر ما فيش عليها. لسه امبارح اقسم رب العزة شفتها بعينينا، شايفينها اولادي، سفينة مكتوب عليها بني غازي. سؤال، ولا هي بس الموانئ للهجرة الغير شرعية ولا تصلح للدفاع عن فلسطين؟ زي ما طلعت من ايطاليا مادلين، اطلعوا انتوا سموا لي واحدة فتح الله وواحدة فرج الله وواحدة حسب الله، حسبي الله عليكم. وبعدين تعال هون منك له، تعال يا عكروت انت وياه، مش لتحل مشاكلك. ولكم كلكم 5 مليون واحد في ليبيا، عندكم بترول بكفي الخليج كله، وكلكم تحت خط الفقر. ولا الجزائر اللي عندها 9 احتياطي بترول في العالم وعندها تاني احتياطي غاز في العالم وعايش على 100 وال200 دولار و300 دولار. كلموني عنكم شوي، كلموني عن مواردكم اللي انتم بتفكروا. فلسطين حرة على فكرة حبيبي، بداش حد يدافع عنها. احنا عارفين انه الله قال في القرآن رح نضلنا مرابطين حتى يوم الدين، وقال انها ارض الحشد والرباط، رح تحشد فيها الناس والاردن حيصير يسفك فيه الدماء للركب. احنا عارفين حنضل نقاتل فيهم ويقاتلوا فينا ليوم الدين. هذه احنا خلص عرفناها وحافظينها. لا مش مستنيين من حد اشي. بدكم ابعتوا مصاري لاهل غزة، ابعتوا مصاري للجمعيات اللي بتاكل اهل غزة. على فكرة في اكل بس غالي كتير، ابعتوا لهم مصاري بدل ما انتم رايحين تحرقوا بنزين بعد حق اكل شهر لاهل غزة. عاملين لي قافلة، يا اسم الله عليك.
ما تعملوا مع الاطباء اللي معكم اطباء بلا حدود، ودخلوا جوا زي الطبيبات والاطباء الانجليز اللي بيعالجوا الجرحى جوا، ودخلوا حبايبي عن طريق التنسيق، ما في مشكله. مصر بتنسق للاطباء يدخلوا وبتدخلهم. ولسه امبارح مستشهد طبيب مصري قبل كم يوم. ولا انتوا خلص يابا وذبحتوا الخرفان واكلتوا الكعكات ولبستوا ثياب العيد وهلا فضيتوا للقضيه الفلسطينيه؟ دخيل ربك منك إله. ما كانتش لما فلسطين قالت شويه سلام طردتها تونس من اراضيها لابو عمار. خليكم بس مع التاريخ، ليش انتوا بتزعلوا من الحقيقه؟ غيروا ما بانفسكم عشان الله يغير ما فينا. احنا فلسطين بدها اياكم اقوياء، بدها تونس قوية بشعب قوي، بدها ليبيا قوية بشعب قوي، بدها الجزائر قوية بشعب قوي بيحب جاره، بدها المغرب قوية بشعب بيحب جاره. مش مدبحين بعض. يا اخي حل لنا مشكلتك مع المغرب، انت الجزائر والمغرب يحلوا مشاكلهم مع بعض، بعدين طلع لي فلوتيلا وطلع لي قافلة الصمود. ولا رايحين تأرجلوا في سينا وتشربوا لي سجاير ودخان وشاي وقهوة وتأرجلوا وتقعدوا لي على حدود رفح؟ يا اخي المشرحة مش ناقصة وتلا الله يسعدك. بدك حبيبي روح شوف لك جمع مصاري من اصحابك اشتروا لكم سفينه واطلعوا لنا هيك على البحر، بدنا اياكم هناك. المرجله انك تجي لي عن طريق البحر مش عن طريق حدود الناس الثانيه، سامعني؟ بيني وبينك ما في حدود، بيني وبينك في مياه اقليميه. اتفضل اطلع لي من هناك على البحر، علي انا على البحر على فكره ما بتضيع، 3 ايام بتكون عندي. دمتم.